كابتن محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي طلع بتصريح قال الأهلي ما خدش عمر الساعي من الإسماعيلي عشان خاطر يحل أزمة الإسماعيلي المالية. لأ، الأهلي خده عشان يحرمه من الزمالك. طب ليه؟ أولا لو الأهلي بيساعد الإسماعيلي ماليا، الأهلي خد اللاعب مقابل 50 مليون جنيه، بس هل الأهلي دفع ال 50 مليون جنيه مرة واحدة؟ الإجابة لأ، وإلا كان زمان أزمة الإسماعيلي المالية اتحلت. الأهلي دفع في البداية حوالي 8 مليون جنيه، وبيقسط بقية المبلغ كل شهر بيدفع 2 مليون جنيه، يعني يعتبر ما بيحسش بالمبلغ بال2 مليون جنيه اللي بيدفعوا كل شهر، لأن مدخلات الأهلي كل شهر من الفروع الأندية بتبقى كتيرة، فبالتالي الاهلي يعتبر ما حسش بالفلوس. انما الاسماعيلي ما اتحلتش بالنسبه له الازمه الماليه، لان لما هيجي له كل شهر 2 مليون جنيه اكيد هيصرفهم في حاجات تانية، مستحقات لعيبه، مش هيعرف يجيب صفقات ب 2 مليون مثلا. فبالتالي هو ده اللي عمله الاهلي، حرم